السلام عليكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات لاله فاطمه. اليوم ان شاء الله في وصفه جديده نحضر معكم ان شاء الله الطنجيه المراكشيه في الكوكوت. غنحضروها ان شاء الله بلا قلوشه، ما غنديوها لا الفرناتشي لا والو، غنحضروها في المنزل ديالنا. صراحه بالنسبه لها الطنجيه هذه فكتجي رائعه جدا، كتجي لذيذه بزاف، مستحيل شي واحد يذوقها ويصدق بانها طيبه في الكوكوت. يعني ما مشات لا عند فرناتشي، ما دارت لا في قلوشه لا والو، مع واحد المكون سحري اللي كيعطيها صراحه واحد المذاق رائع جدا. المهم قبل ما نبداو الفيديو كما العاده ما ننساوش تدعموني ولايك ديالكم باش تشجعوني، باش دائما ان شاء الله نجيبكم وصفات اللي يكونوا جداد وحصريا. كذلك كنتو اول مره كتشوفوني فما ننساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا جديد ديالي. المهم بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات فغنحتاج هنايا كيلو ونصف ديال اللحم. انا صراحة هنايا اختاريت اللحم ديال البقر. المهم خديت اللحم من الملج، يعني من الفخذ ديال البقر، الجهه التحتانيه ديال الفخذ ديال البقر، باش هكايا كيخرجوا لنا العظيمات دايرين وصغيورين. المهم صراحه بالنسبه للمراكشيين فمعروفين كيصايبوا عفوا الطنجيه من اللحم ديال الملج، سواء كان الملج ديال البقر او لا ديال الخروف اللي كان. صراحه اللي توفر عندكم يمكن لكم ديروه، سواء لحم البقر او لا لحم الخروف او لا الماعز. ومن الافضل كما قلت لكم تستعملوا الملج، لحقاش الملج كيكون فيها كي واحد كتكون هكا ديك الدائره ديال العظم، وداك اللب اللي كيكون داخل العظم هو اللي كيخلي الطنجيه ديالنا كتجي معلكه وكتجي بنينه. وكذلك يمكن لكم تستعملوا يعني اي نوعيه ديال اللحم كما قلت لكم، ولكن من الافضل تستعملوا النوعيه اللي كنقول لكم. المهم لاحظتوا معايا فاش ديت هكا واحد الكوكوت، بما اننا غنصايبوا الطنجيه ديالنا في الكوكوت يعني غنصايبوها بلا قلوشه وما غنديوهاش للفرناتشي، غنطيبوها ان شاء الله بطريقه اللي بسيطه وسريعه. هنا لاحظتوا معايا من بعد ما وضعت اللحم ديالي في الكوكوت فغنضيف له هنايا الملح. بالنسبه للملح كتبقى على حسب الذوق، ما تكتروش بزاف لحقاش غنضيفوا الحامض مصير، والحامض المصير كيكون مالح. ايضا هنايا غنضيف ملعقه كبيره من الكمون حبوب. صراحه انا كنفضل هكا ديروا الكمون حبوب صاين نيشان، يعني تحكوه بيدكم، او لا ديروا الكمون طري الله طحنتوه، يعني مباشره من بعد ما كطحنوه كتضيفوه. الا درتوه مطحون ديروا نصف ملعقه كبيره من الكمون. المهم بالنسبه للطنجيه كنقول لكم يعني خصهم يكونوا العطريه ديالها خصها تكون طريه، حيت هي ما كتحتاجش بزاف ديال العطريه، يعني فيها واحد المكونات اللي بساطين. كذلك هنايا غنحتاج 6 ديال الفصوص ديال الثوم اللي كبار. بالنسبه للطنجيه فكتحتاج للثومه. المهم بالنسبه لثلاثه ديال الفصوص غنضيفهم صاينين، وثلاثه ديال الفصوص الاخرين ان شاء الله غنحكوهم، غنطحنهم هنايا بهاد المعسه ديال الثوم. صراحه بالنسبه لها الطنجيه هذه فكتجي لذيذه لذيذه بزاف، وانا ان شاء الله اليوم غنضيف لها واحد المكون سحري اللي كيضيف عليها واحد اللذه وكيزيدها مذاق رائع جدا. المهم هنايا غنضيف كاس الا ربع، اقل من كاس الا ربع. صراحه انا هنايا ضفت غير زيت الزيتون، يمكن لكم تخلطوا ما بين زيت الزيتون وزيت نباتيه. غنضيف كذلك هنايا ملعقه صغيره من السمن الحار، وما صراحه المراكشيين كيديروها بالسمن المذوب، الا توفر عندكم ديروه، ولكن هذا السمن هذايا الحار فهو كيعوض داك السمن المذوب. مهم صراحه كيخرج نفس المذاق ديال اللي كنطيبوها يعني عند الفرناتشي في القلوشه، بحال اللي تقولوا كليتوها في مراكش. المهم انا كنعطيكم يعني الا ما كانش عندكم المكونات المراكشيه فيمكن لكم تعوضوا بهاد المكونات هادو. كذلك هنا غنضيف الحامض مصيار. بالنسبه لهذا الحامض هذا فعصرته مزيان بداك الماء اللي كيكون فيه باش هكا ما كيطلق لناش الحموضه مجهده في اللحم، وكذلك حيدت منه العظيمات. المهم بالنسبه ليكم نتوما لا توفر عندكم داك الحامض اللي كيكون اللون ديالو غامق فيكون افضل. هنايا غنضيف هذا المكون السحري اللي كيزيد صراحه واحد المذاق رائع جدا لهاد الطنجيه هذه. فغنضيف هنايا ملعقه صغيره من القزبر حبوب، وغنضيف هنايا كذلك عندي هنايا كاس ديال الماء دافي غنضيف له المكون اللي اساسي في الطنجيه عند المراكشيين اللي هو الزعفران شعره. عندي هنا واحد القريصه ديال الزعفران شعره
غنضيفها عفوا على هذا الماء دافي. وصراحه غنزيد كذلك هنايا واحد شويه ديال ضامه الزعفران. هاد الضامه هادي غنقسمها في النصف وغنضيفها. مهم ضفت صراحه تقريبا اكثر من النصف، واحد شويه، حيت انا عندي هنايا كميه كثيره ديال اللحم، كيلو ونص ديال البقري. غنوضع هنايا مع هاد الزعفران شعره. صراحه ما عنديش زعفران كتير، داكشي علاش زدت هذا المكعب. لكن عندكم زعفران شعره البلدي او اللي هذا يعني العادي يكون كتير، فلا بغيتو بلا ما تضيفوا داك المكعب اللي ضفت انايا. ولكن صراحه هو كيعطي واحد المذاق تاني زويون للطنجيه. المهم كنحاول هكايا نحرك هاد الزعفران شعره ونخليه جانبا غير حتى يذوب واحد شويه، ومن بعد كنضيفو على هذا اللحم ديالي بهذا الشكل هدايا. المهم بالنسبه لها الطنجيه هذه فما كنضيفولهاش الماء مره اخرى، فقط كنضيفوا لها الكاس ديال الماء في هذه الوقيته هذه، وكنخليوها طيب على نار مهيله. يعني ما كنزيدولاش الماء، كطيب معلكه وكتجي صراحه بنينه بزاف. المهم كنحاولوا هكا نحركوا العناصر واحد شويه باش هكا العطريه ديالنا كتدخل في اللحيمه كامله. ومباشره ان شاء الله غنغلق الكوكوط ديالي وغندير لها الصفاره وغنزيرها مزيان وغندوزو ان شاء الله باش نطيبوها. المهم بالنسبه للطريقه ديال الطياب فهي مهمه، ركزوا معايا ان شاء الله. غنوريكم النار كيفاش خصها تكون باش هكا الطنجيه ديالكم كتجيكم بنينه وكتجي معلكه بحال اللي تقولوا طايبه عند الفرناتشي في القلوشه. الا لاحظتوا معايا في الاول كانت عندي هكايا النار مجهده واحد شويه متوسطه، كنخلي الصفاره غير حتى كتبدا تدور، يعني كنبقاو كنراقبوا الكوكوط ديالنا غير كتبدا هكايا الصفاره ديالنا كدور واحد شويه. كندوزو نقصوا البوطه، كنرجعوها ميته قريبه طفا، يعني الاقصى درجه نقصوا البوطه لاقصى درجه باش هكايا اللحيمه كطيب على خاطرها وكتجي معلكه وكتجي دايبه، وداك الملج حتى هو كيذوب، داك العظيم، داك اللحيمه اللي كتكون داخل العظيم حتى هي كتذوب وكتطلق لنا في داك الطنجيه. صراحه كتجي بنينه بزاف. المهم هنايا كنخليو اللحيمه ديالنا من 45 دقيقه حتى لساعه على حسب اللحم ديالكم. الا كان كاين اللحم ديالكم كيشطيه فياخذ لكم تقريبا ساعه او لا ساعه و15 دقيقه. غير هو العافيه خصها تكون مهيله باش هكايا داك المريقه معايا الله كتنشف كطيب لنا الطنجيه ديالنا. المهم هنايا غنقدموها في الطبيصيل. صراحه كتجي رائعه جدا، كتجي لذيذه بزاف وكتجي معلكه. مستحيل شي واحد يتذوقها ويصدق بانها يعني طيبه غير في الكوكوس. المهم هنايا كنغرفها. الا بغيتو هكايا تخليو فيها شويه ديال المريقه خليوها، يعني حلوا عليها قبل وشوفوا عليها. يمكن لكم كذلك الا لقيتوها يعني مازال ما طابس يمكن لكم تزيدوها واحد 4 كاس ديال الماء، يعني ماشي مشكل، نتوما كتحكموا فيها. غير هو طيبوها بنفس المكونات اللي عطيتكم. المهم هنايا لاحظوا معايا كيفاش كتجي بنينه صراحه بزاف، كتجي معلكه. وغنوريكم كذلك اللحيمه باليد ديالي كيفاش كتجي. المهم كنقدموا الطنجيه ديالنا مع واحد البريد ديال اتاي، كتجي صراحه رائعه جدا. لاحظوا معايا اللحيمه كيفاش كتجي هاريه ومعلكه وطايبه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وانا اكيد ان شاء الله لا جربتوها فغتعجبكم بزاف، لحقاش فعلا كتستحق التجربه. ونضم بقى لي الا نودعكم، مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.